كلكم غادي تكونوا سامعين بالقضيه اللي وقع دابا ولا شفتوها في مواقع التواصل الاجتماعي. القضيه اللي دايره البوز دابا بين جوج ديال الناس مشهورين، لاعب كره القدم المغربي والممثله. كنهضروا على حكيم زياش وفاتي جمالي. هنا الراي العام تفرق على جوج. كاين اللي قال ما كانش من حقه يعايرها ولا يقمعها، وكاين اللي كيقول من حقه يدير داكشي. نايضه واحد الروينه في الانترنت بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف. فين ما مشيتي الراي العام كيهضر على هذه القضيه. شنو العبره من هذا الشيء وشنو اللي خصنا نفهموا؟ شكون جا من اللاعب وشكون جا من الممثله؟ حكيم زياش العام اللي فات مشى من فريق تشيلسي لغالطاساراي التركي من بعد ما كان غادي يمشي لباريس سان جيرمان، اللي في دورهم عطلوا عليه الكونطرا وكانوا طراو شي مشاكل وما سيناش معاهم. وكذلك كان غيمشي للنصر السعودي اللي كيقولوا انه فشل في الفحص طبي. المهم هنا كنهضروا على واحد اللاعب اللي مهم، ولا انا حتى هضرت عليه المغاربه كاملين غادي ينوضوا ليك. واخا كان طرا ليه مشكل مع المدرب المغربي السابق هاليلوفيتش اللي كان لاح واحد البوست وقال بانه ما عمرو غادي يلعب المنتخب الوطني، وملي جا المدرب وليد الركراكي رجعوا للمنتخب، قنعوا باش يرجع ورجع ليه المكانه ديالو. وداكشي اللي بين لينا في المونديال ديال قطر بانت بان بلاص زياش في المنتخب مهمه ومهمه بزاف. هاد العام مشى كيلعب في الدوري التركي مع غالاتا ساراي واللي متالق معاهم مزيان في دوري الابطال. وشفنا شنو هو دار ضد الشياطين الحمر المان يونايتد اللي كيلعب ليه الدولي المغربي سفيان امرابط. شفناه كيف ماركا جوج ديال البيوت وحط البيت الثالث. كنشوفوا ان المستوى ديالو بدا كيرجع وبدا في تحسن، والمستوى ديالو هاد المره طالع كثر وكثر. كيتالق مع الفريق التركي ماتش مورا ماتش. وعلى ذكر امرابط اللي هو ولد بلادو وعندهم قاسم مشترك بينهم بجوج، هو ان بجوجهم من اصول هولنديه وتزادوا تما وكبروا تما. والجاليه المغربيه اللي كاينه في هولندا هي جاليه محافظه ومحافظه بزاف، وعندها واحد العقليه اللي ما كتشبهش الجاليه المغربيه اللي كاينه في بلدان اخرى. كنهضروا على نصير مزراوي. شفتوا البوست اللي لا على الحرب اللي طاريه دابا، ورفض انه يحيد داك البوست ولا يمسحو وخرج فيهم عينيه، وهذا الشيء حيت عنده مبادئ. وشفنا اللاعب انور الغازي اللي حتى هو سمح في الكونطرا ديالو ولا شوماج باش يحافظ على المبادئ ديالو، ورفض انه يمسح بوست اللي كيدعم فيه فلسطين. وكنشوفوا بدر هاري الكاركتير اللي عنده والنفس اللي عنده. وحكيم زياش هو من الجاليه المغربيه المقيمه في هولندا، حتى هو تربى في عائله محافظه ومحافظه بزاف، يقدر يتخلى على كل شيء الا المبادئ ديالو. رجعوا لهاد الواقعه اللي خدات بعد كبير على حساب الروايه ديال الممثله. كتقول انها مشات عند حكيم وقالت ليه هاي، وهو تكبر عليها وقمعها وما جاوبهاش. هذه حسب الروايه ديالها. هنا خاصك توقف شويه وما تسرعش وما تاخذش واحد الحكم حتى تسمع الروايه ديال الطرف الاخر. لحد الان حنا كنسمعوا روايه وحده. دابا نخليو العاطفه جانبا ونخدموا العقل ديالنا شويه. تصور دابا انت شاب عندك 30 عام في العمر ديالك، كتشد 500 مليون في الشهر، وفين ما مشيتي في العالم كيعرفوك وكلشي باغي يتقرب منك وكلشي باغي يتصور معاك. هنا كتولي راد البال وكما كنقولوا مطلع الدفاع ولا مطلع لاكارد. نعطيكم واحد المثال. اللعابه ديال كره السله الامريكيه NBA قبل ما كيدخلوا يلعبوا مع شي فرقه ولا كيسينوا مع شي فرقه كيديروا لهم واحد الفورماسيون على الفكر وعلى حتى الفلوس. يعني كيبدلوا ليه كيفاش كيفكر وكيفاش يتعامل مع الناس وكيفاش بزاف ديال الحوايج. كيقولوا ليه انت يا شاب صغير وملي غتمشي لفرقه ديال كره السله مثلا بحال شيكاغو ولا فرقه كبيره وغتولي تشد بزاف ديال الدولارات، ملايين ديال الدولارات، تقد تسطى ولا يهرب ليك. تولي غير السهرات والنشاط، كلشي غادي يبغي يتقرب منك، كلشي غيبغي ينصب عليك، كلشي غيبغي يتعرف عليك ويدير معاك علاقات. يعني كيهيئوه قبل ما يولي يشد الفلوس وقبل ما يبدا الناس كيجيو عنده بالكثره ويبغيو يتصوروا معاه ويبغيو يديروا معاه علاقات. يعني كيفورماطيوه، كيعلموه كيفاش يعيش الحياه الجديده. وهذا الشيء كيكون حتى في عالم كره القدم وفي رياضات اخرى. وهذا الشيء كيشوفوه حتى اللعابه بيناتهم، كيفاش ان شي لعابه كان عندهم فلوس وما بقاوش عندهم الفلوس اولا داروا الافلاس بسبب اشخاص اخرين ولا بسبب شي مشاكل اللي هما ما كانش عندهم تأييد فيها. شوفوا شنو طرا الحكيمي مؤخرا مع ديك السيده اللي اتهمته بالاغتصاب في باريس. وشفتوا شنو طرا اللعابه ديال المنتخب الفرنسي تقريبا كاملين مع ديك القصيره اللي سميتها الزاهيه. وبنجامين ميندي اللاعب الفرنسي كذلك اللي اتهموه
6 ديال المرات بالاغتصاب وقدر بان 6 المرات يثبت انه بريء، ودابا اتهموه بالسابعه. كريستيانو متهم بالاغتصاب في 2009، نيمار بالاختطاف في 2019. ناصر الخليفي رئيس ديال باريس سان جيرمان تهموه بالاغتصاب هذا العام، وشفتوا سعد المجردة شنو هو طرا ليه في حياته بسبب ديك السيده. غتقول لي اش وصلنا لهاد الهضره هادي؟ اش وصلنا للاغتصاب ولا التحرش ولا الاختطاف؟ السيده كانت ناويه غير تسلم عليه وتعرف عليه وتصور معاه، قالت لي غير هاي، ما كان في نيتها والو. يعني هي فاش هضرت معاه على حساب الروايه ديالها كانت جالسه مع شي بنات وقالت لي هاي، وهو فاش شاف مجمع ديال البنات طلع لاكارد ولا فعل خاصيه الدفاع. من بعد هذا الشيء زياش لاح واحد ستوري ديال واحد المدرب ديال الفوتبول امريكان اللي كيقول انه بعض الاشخاص صحابو باللي كيعرفهم هو ما كيعرفهمش، وما مسوقش ليهم كاع واش عايشين ولا ما عايشينش. يعني هنا زياش بطريقه غير مباشره كيقول ليها انني ما كنعرفكش. وعاوتاني حسب الروايه ديالها كتقول ان عاود مشات عنده وقالت لي علاش قمعتيني وعلاش عايرتيني، هو عايرها وهي ترد عليه بتايب معيوره. يعني هذا المعيور ما خصوش يكون وما خصوش يبان في الميديا، داكشي خصو يبقى سري بيناتهم. الا تعايروا خصهم يتعايروا في الخاص، ما يبينوش للعالم اشنا هو طرا بيناتهم، حتى كيتبعوهم بزاف ديال الناس وهما كما كنقولوا مؤثرين. يعني غادي غتكون الفتنه بين دوك المتابعين ديالهم، كل واحد غيولي يقول الراي ديالو، كل واحد غيبدا يدافع على المؤثر اللي كيعجبو اولا الشخصيه اللي كتعجبو. الا كان شي مشكل خصنا نناقشوه بيناتنا مباشره، ماشي في ستوريات. وهادشي كامل على حساب الروايه ديالها، هو ما قال والو وما كنظنش انه يقول شي حاجه. والعبره من هذه القصه ان المشاهير بحال زياش اللي كيكونوا واصلين لواحد المستوى اللي عالي بزاف كيكونوا مطلعين لاكارد ولا كيخافوا على ريوسهم بزاف. يعني خصنا نتفاهموهم، والخوف اللي كيكون عندهم بزاف هو من الجنس اللطيف، البنات. حكيمي شفتوها شنو هو طرا ليه مع مراته طارق رمضان، غبروه بسبب مرأة. بيرلوسكوني حتى هو طرا ليه مشكل بسبب مرأة، كلهم نفس التهمة، يا تحرش يا اغتصاب. هنا ما خصناش نلوموه، ولكن المعيار ما خصوش يكون